السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله جميعا تكونوا في افضل حال وفي افضل صحة. الام الشوكة العظمية بتبقى منتشرة ما بين ناس كتيرة قوي، اسمها الام الشوكة العظمية او التهاب اللفافة الاخمصية او الشوكة العظمية او الكريستالة، اسماء كتيرة قوي لمرض واحد، ومرض بيكون صعب والالم كمان بتاعه شديد. عشان كده النهاردة بمشيئة الرحمن احنا هنتكلم عن أسباب الشوكة العظمية، وهنتكلم عن نصائح هامة جدا بمشيئة الله تقدر تعالج الشوكة العظمية وتحميك منها، وتمارين علاجية مهمة جدا وقوية وفعالة في علاج الشوكة العظمية. بس قبل ما نبدأ في الحلقة كالعادة ما تنسوش انكم تصلوا على النبي. أنا مصطفى سليم، هنا حكيم أعصاب. يلا بينا بقى دلوقتي نخش في الحلقة. آلام الشوكة العظمية هي آلام بتبقى موجودة في قاع القدم أو في أسفل باطن القدم، اللي هي البلانتر فاشيا اللي حضرتك شايفها في الصورة. بتبقى نتيجة أكتر من سبب، ولكن الموست كومن أو السبب الأكثر شيوعا هو الإجهاد المزمن للقدم في الأعمال الشاقة. يعني أنت بتستخدم رجلك زيادة عن اللزوم حبتين ثلاثة. طب إيه الأسباب الأخرى اللي ممكن تؤدي للشوكة العظمية؟ أول حاجة ممارسة التمارين الرياضية على أرض صلبة. رقم 2 عدم استخدام الأحذية المناسبة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، زي الناس اللي بتجري وهي حافية، أو الناس اللي بتجري وما بيكونوش لابسين شوز أو ما بيكونوش لابسين كوتشي مثلا ممتص للصدمات والنعل بتاعه مش طبي، مش بيمتص الصدمات وبالتالي بيأثر عليهم. ثالث سبب وهي الأوفر ستريتش، الناس اللي بتعمل استطالة لمنطقة الكعب أو وتر أكيلس زيادة عن اللزوم لدرجة إن هي تبدأ تخلي منطقة الكعب أو منطقة اللفافة الأخمصية يبقى فيها التهاب. ورابع سبب بالنسبة لنا هو الوزن الزائد، وفي أسباب أخرى زي زيادة نسبة البروتينات في الجسم وعدم الحركة بشكل مستمر. يعني برضو قلة الحركة بتسبب معانا مشاكل، وممارسة التمارين الرياضية بالكثرة في بيئة غير مناسبة أيضا بتسبب معانا مشاكل. وفي أسباب أخرى ممكن تؤدي لآلام الشوكة العظمية زي تراكم نسبة البروتينات في الجسم، ومشاكل أخرى ممكن كمان مرض السكري إن ما كانش مظبوط أو السكر بالنسبة لنا مش مظبوط بيؤدي لالتهاب اللفافة الأخمصية دي. لو واحد بيلبس جزمة ضيقة وبيربط الرباط بتاع الجزمة جامد على رجله مع مرض السكري، في عرضة إن هو يخش في مرض الشوكة العظمية أو التهاب اللفافة الأخمصية. طيب ايه هي اهم النصائح اللي احنا نقدر نعالج بيها التهاب الشوكة العظمية؟ اول حاجة كمادات التلج لمدة 20 دقيقة في اليوم بتبقى كافية جدا ان هي تقلل احساس الالم، ولو كان عندنا ورم كمان تبدأ ان هي تقلل الورم اللي موجود ده. رقم 2 راحة تامة، ما ينفعش ان انا امارس اي تمارين رياضية سواء كان حتى بحذاء مناسب او من غير حذاء. راحة تامة مع رفع الرجل، ان حضرتك تحط رجلك على مستوى جسمك او تحطها فوق 3-4 مخدات، بحيث ان الدورة الدموية تبقى فيها سويتابل ومناسبة عشان تبدأ ان هي تقلل الالتهاب ده. بعد كده بمشيئة الرحمن لو احنا هنمارس اي شغل او هنعمل اي اكتيفيتي، ناخد بالنا كويس ان الحاجات اللي احنا لابسينها والاحذية اللي احنا لابسينها تكون مناسبة وبتمتص الصدمات، والنعل فيها يكون نعل طبي عشان يبدأ ان هو يمتص الصدمات. دي نقطة مهمة جدا مش بس للشوكة العظمية، لحاجات كتيرة قوي بداية من الكعب لحد الشوكة العظمية ومنطقة الرقبة في العمود الفقري. وفي الاخر ممارسة التمارين العلاجية، واحنا هنتكلم دلوقتي عن 3 تمارين علاجية مهمة جدا 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 للشوكة العظمية. اول تمرين معانا هو التمرين اللي حضرتك شايفه في الصورة ده، اللي احنا بنسميه الكاف ستريتش. وحضرتك بتحط ايدك الاتنين على الحيطة زي ما حضرتك شايف في الصورة كده، وتبدأ انك تتني الرجل السليمة وتعمل ستريتش وتفرد الرجل المصابة، مع ان كعب الرجل يترفع عن الارض عشان تعمل فول ستريتش على المنطقة بتاعة الجزء اللي ورا الخلفي كله، التندو اكيلس بالجاستروكنيمس، او المنطقة الخلفية دي كلها يبقى فيها استريتش. وده بيكون تمرين مهم جدا، تقدر تكون في الاستريتش ده وتعد من 1 ل10 وتريح، وتقدر تعمل التمرين ده 3 مرات في اليوم، والمرة الواحدة 10 عدات.
تاني تمرين معانا هو التمرين اللي حضرتك شايفه في الصورة، وهو باختصار شديد جدا ان حضرتك بتجيب كورة او اي حاجة معدن بتبقى موجودة تحت باطن القدم، وتبدأ ان حضرتك تمشي رجلك عليها. اي حاجة، ما عندكش حتى الكورة، ممكن ازازة، وفي كمان ناس قالت ان ممكن الازازة دي تبقى ازازة تلج بحيث ان انت تجمع ما بين كمادات التلج والتمارين. المهم ان الحاجة دي حضرتك تبدأ تمشي عليها باطن القدم باستمرار، وتقدر برضو تعمل التمرين ده 3 مرات في اليوم، المرة الواحدة 10 عدات. واخر تمرين معانا هو تمرين استطالة ايضا لباطن القدم او في اللفافة الاخمصية، ان احنا بنجيب شريط المقاومة زي ما حضرتك شايف كده. طيب انا يا دكتور ما عنديش شريط المقاومة، اي حاجة، وليكن اشارب، وليكن فوطة، وليكن حبل، وببدأ ان انا بعمل استرتش بالنسبة لي للرجل، بس الاسترتش ده ما يكونش قوي وما يكونش شديد عشان احنا هنا ممكن نزود الوجع بالنسبة لنا. واخر تمرين ده بالنسبة لاخواتنا اللي عندهم عرق النسا او عندهم مشاكل في المنطقة القطنية واسفل الظهر، مش بنحبذ ان احنا نعمله في الاول، لان ده ممكن يؤدي لالتهاب اكتر في عرق النسا وبالتالي يزود الوجع بالنسبة لنا. دي كانت اهم النصائح والتمارين العلاجية اللي تقدر تحميك من الشوكة العظمية بمشيئة الله. اتمنى ان الحلقة تكون عجبتك، ولو عجبتك الحلقة وبتتفرج عليا على اليوتيوب ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتنزل تكتب لنا في الكومنتات تحت المواضيع اللي حضراتكم حابين ان احنا نتكلم عنها ان شاء الله الفترة اللي جاية. ولو بتشوفني على الفيسبوك ما تنساش تدعمني باللايك والمنشن والشير. اتشرف ان حضراتكم تتابعوني في اي بلاتفورم انا بكون موجود فيها اونلاين، سواء كان الفيسبوك ويوتيوب بنفس عنوان حكيم اعصاب، انستجرام والتيك توك باسم دكتور مصطفى سليم. اشوفكم ان شاء الله بمشيئة الرحمن في حلقة جاية قريب جدا. السلام عليكم.